السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دي بقى احلى تحلية، بلح الشام. حاجة كده سهلة وبسيطة. ودي مقاديرها: كوبايتين دقيق، 3 بيضات، آه، دي فانيليا، معلقة سكر، رشة ملح، معلقة نشا كبيرة، نص كوباية زيت، كوباية مية. دي دون مقادير بلح الشام. وهنسمي بسم الله. وده العسل بتاع بلح الشام، كوبايه سكر وكوبايه ميه وليمونه. وهو يا ولاد العسل اهو. هنسمي بسم الله ونحط كوبايه الميه، وبعدين نحط كوبايه الزيت، وهنسيبها تغلي كده شويه، وبعدين نحط السكر ونطره الملح. وهي كده اهي الميه والزيت بيغلوا، هنحط بقى، ننزل عليهم برشه السكر ومعلقه الملح الصغيره، وبنقلب اهو الزيت مع الميه مع السكر مع رشه الملح، بنقلبهم اهو. ويا حبايبي بقلبهم، وبعدين ننزل عليهم بكوبايه كده دقيق تدريجيا، ما تنزليش عليها كامله كده، تدريجيا كده، وقلبي قلبي. وبعدين انزل عليهم بمعلقتين النشا اهو. عجنت اهو النشا مع الدقيق مع كوبايتين الميه مع نص كوبايه الزيت اهو، قلبتهم. وبعدين هنحط 3 بيضات والفانيليا. وهنقلب وارجع لكم. وهي يا حبايبي عجنتها اهو، عجنتها اهو. هسيبها بس ترتاح شويه كده، وادخلها القمع ده، وهتشوفوها معايا. نقول بسم الله. اهو اهو يا حبايبي اهو، حطيته في يتحمر اهو، وما يطلع برضه هوريه لكم. اهو يا حبايبي اهو، بس لسه شويه، لسه برضه شويه معانا اهو، لسه شويه.
يا حبايبي كده خلاص. اهو هحط ده بقى، دول اللي انا طلعتهم الاولانيين في العسل اهو. بسم الله. اكمل بقى الكميه وارجع لكم. وهو يا حبايبي بعد ما خلص ده بسوس التوت، وده بسوس الفراوله، وده بالكراميل. ايه رايكم؟ واتمنى ان كل اللي بقدمه يعجبكم. وطبعا انا عايزه افتح بس واحده قدامكم كده. طعمه بجد بجد، طعمه قوي قوي قوي، وحاجه سهله وبسيطه، وكل مقاديرها من البيت. والف هنا وشفا للي اكل، والف هنا وشفا للي شاف. مع السلامه.